وساعتها بنشوف الطالب بوبي بيضرب راسه في العربية لأنه عارف نفسه إن هو خلاص شايل مادة الفرنساوي، وكان زعلان جدا علشان نفسه يفرح والده جاك ويرفع راسه قدام رجال الأعمال أصحابه. في المشهد اللي بعد كده بنشوف صاحبه جيمي طالب فاشل زيه، راح عنده وحاول يهديه وقال له يا عم بطل اللي انت بتعمله، انا برضه محلتش زيك. بعد كده صاحبه جيمي بيعرفه ان هو عازمه على سهرة حمراء بمناسبة اخر يوم في الامتحان، وهما بيتكلموا يا معلم بوبي شاف البنت اللي بيحبها وكان اسمها بيني، بنت زي القمر زي ما انتوا شايفين، عود فرنساوي اصلي. علشان كده بوبي ظبط نفسه وراح عندها عشان يودعها لان النهارده اخر يوم في الامتحان ومش هيشوفها غير السنة الجاية. ولما راح عندها بيني فرحت جدا وطلبت منه يكتب لها تذكرة على الكتاب، وفعلا بوبا بيكتب لها كلمة بحبك، وهي كمان كتبت له كلمة اتمنت ان هو ينجح في مادة الفرنساوي اللي عامله له مشكلة كبيرة في حياته. بعد كده بيني بتسيبه وتمشي وركبت مع واحد قريبها العربية علشان تروح معاه. وقتها بوبي لما شافه كان غيران منه جدا لانه حاسس ان هو هياخد حبيبته منه. بعد كده بوبي اتكلم مع صاحبه جاك عن سهرة الليلة. بعد شوية بيجي صاحبهم التالت بالعربية بيلي اللي عازمهم على حفلة الليلة، وبالفعل بيتفقوا مع بعض انهم يتقابلوا الساعة 8. بعد كده بوبي بيرجع البيت ووالده جاك اتكلم معاه وسأله عملت ايه في الامتحان. راح بوبي اتوتر شوية وقال له انا عملت اللي عليا. راح والده جاك قلق من كلامه وحس ان هو هيشيل المادة زي كل سنة. بعد كده يا معلم بيجي الليل وتيجي الساعة 8 ويتجمعوا هما التلاتة مرة تانية. وقتها صاحبهم بيلي كان عازمهم في بيت مشبوه في شرب وبنات ليل، ولما شافتهم صاحبة البيت سلمت عليهم وصاحبهم بيلي عرفهم بيها. بعد كده صاحبة البيت نادت على بنت جميلة زي القمر وكان اسمها لويزا وطلبت منها تروح مع جيمي علشان تروق عليه. بعد كده اتكلمت مع بنت زي الفرسة وكان اسمها أنا ماريا، عود فرنساوي أصلي وتعجب أي حد، وطلبت منها تروح مع بوبي وقالت لها دلعيه وروقها عليه. وفعلا بيطلعوا هما الاتنين الدور التاني، وانا ماريا كانت ماشيه تتدلع زي الغزال وبتقولي ارض تهدم عليك ادي، فعلا فرسه وعاوزه خيال. ولما بوبي شاف جمالها وحلاوتها كان مصدوم ومش مصدق نفسه، على طول وقع على الارض وفقد الوعي، وللاسف ما قربش منها ولا عمل معاها اي حاجه. بعد كده يا معلم بنروح لجيمي هو والحلوه لويزا، وكان باين عليها انها بنت مخضرمه وعارفه الشباب عاوزين ايه، وواحده واحده قربت منه وبدات تغريه. وجيمي كان مكسوف منها جدا ومن حلاوتها وجمالها مش عارف يعمل معاها اي حاجه. راحت لويزا اتعصبت عليه وبدات تعذب فيه وجرت وراه وضربته بالكرباج، وهم التلاتة طلعوا من البيت بسرعه. بعد كده بنشوفهم بيتخانقوا مع صاحبهم بيلي علشان عرفهم على بنات مجانين وطلبوا منه ما يعزمهمش مره تانية. راح صاحبهم بيلي احتذر ليهم وعرفهم ان هو هيعوضها في المره الجايه ويسهرهم في مكان احسن من كده.